أرسل وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رسالة لمجلس التعاون الخليجي لإعلان شروط الدوحة للبقاء في المجلس. قال وزير الخارجية القطري في تصريحات صحفية بثتها فضائية سيبيا إكسترا إن الدوحة ستمهل الدول المقاطعة 3 أيام للرد على شروطها وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، وبعدها ستعلن ترك المجلس رسميا.